تعالي اقول لك على اسرع مخلل الليمون تقدري تاكليه كمان في 3 ايام بس، وهتاكلي احلى مخلل ليمون عملتيه في حياتك بالعصفر بقى وحاجه خطيره. هنجيب الليمون ونغسله كويس جدا بالواحده طبعا، وبعد كده نحطه على النار ونلاقي نغطيه بالميه كده. بالظبط بياخد حوالي ساعه، نص ساعه بتلاقيه استوى كده، ودي علامات ان هو نص سوا بالشكل ده. والميه دي مش نرميها، الميه دي هنستخدمها بردك. هنيجي في بوله ونحط فيها نص كوبايه من حبه البركه، كوبايتين من الجزر المبشور، وكمان كوبايه من العصفر. هنبتدي نحط كمان كيس من الملح كامل، حوالي كوبايه الا ربع ملح، وهبتدي اقلبهم بالشكل ده. هنيجي بسكينه مشرشره، مهم جدا سكينه مشرشره، وهنفتح كده 4 ونحشيهم، ونبتدي نرص في البطرمان بتاعنا بالشكل ده. خلاص مليته نصه كده، حطيت كمان جزء من الخلطه بتاعتي، وكمان حطينا فلفل حامي كده حسب الرغبه. وتكملي بقيه البطرمان، مهم جدا ان احنا ما نخليش اي هواء داخل البطرمان. هبتدي املى البطرمان بالميه، ومش هنحط ملح تاني، هو احنا خلاص الملح اللي احنا عملناه دوت بقفله، و3 ايام بالظبط، وبنفتح عليه بالشكل ده. بيطلع بصوا اللون، بصوا كمان الميه بتاعته تقيله كده جميله جدا، بتاكلوه كده طعمه وريحته خطيره زي بتاع زمان بالظبط.